الملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا مساء الفل على أحلى متابعين، أو أقول يا صباح الفل على أحلى متابعين. احنا لسه بالنهار نخش المطبخ نعمل غدا ونشوف هنعمل إيه. النهارده نعمل فرخة محشية أكنها ديك رومي. الفرخة بتاعتي صغيرة بس الحشو بتاعها هيخليها معانا أكبر ديك رومي، زي ما انتم شايفين المنظر كده وشايفين الجمال والحلاوة. الفرخة دايبة دوب. بصوا شايفين المنظر عامله ازاي. الفرخه بتقول لي كليني يا ملوك. شايفين المنظر؟ جميله جميله جميله. هنعملها بكل تكاتها وحركاتها. انا مش هدهنها، هشويها في الفرن، مش هسلق ولا هوسخ مواعين ولا هتعب نفسي. هشويها في الفرن وهتطلع معايا باللون دوت، وهنعملها بكل تكاتها وحركاتها وتفاصيلها. هوريك الخلطه اللي بتتحشي فيها، والرز يبقى طالع مفلفل، والرز كمان يتاكل قبل الفرخه. وزي ما انت شايفه الفرخه معايا كده، بصي اهي، بصي من هنا شايفه الفرخه مستويه ازاي. بصي انا عايزه اطلع لك منها حته كده. بصي الفرخه بتاعتي دايبه خالص اهي. شايفين المنظر والجمال والحلاوه؟ يا جماله يا حركاته يا تكاته. الله الله يا ملوك. انا استاهل 100 لايك، صح ولا لا؟ اهو زي ما انتم شايفين معايا كده المنظر. والفرخه يا لهوي على جمالها وريحتها اهو. يلا بقى نسمي الله ونبدا ونخش الفيديو. ولو انت عملتي الوصفه بتاعتي وعجبتك بالله عليكي تنزلي تحت تدعي لي دعوه حلوه كده من قبل. يلا بقى نسمي الله ونبدا ونخش الفيديو. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مقاديرنا النهارده انا معايا 3 بصلات كده حجم وسط زي ما انتم شايفين، معايا طماطميه كبيره، معايا كده قرن فلفل، وده لو انت مش عايزاه ممكن تبقى مش عايزاه يبقى سبايسي ممكن تحطيه رومي. معانا التوابل بتاعتنا هنا كده اهو. معايا رشه معلقه كبيره من الفلفل الاسود، دي معلقه كمون، رشه صغيره جنزبيل، رشه صغيره قرفه، معلقه ملح، دي معايا بهارات فراخ، ومعايا معلقه من الكزبره. تمام كده. ودي الفرخه بتاعتنا اللي احنا هنتبلها، وهوريكم نتبلها ازاي وهنعملها ازاي. انا هجيب الكبه عشان نشتغل فيها. احنا الفرخه بتاعتنا النهارده هنحشيها، ومبدئيا كده قبل ما نعمل اي حاجه عشان تبقى عارفه الفرخه اللي انت هتحشيها لازم حجمها يبقى كيلو ونص، ما تبقاش اكتر من كده. ممكن تبقى اقل من كده لكن اكتر من كده لا. زي ما انتم شايفين كده الفرخه تبقى كيلو ونص عشان تستوي معايا اسرع وما تتهريش. تمام كده. يلا بقى نسمي الله كده ونبدا. بسم الله. انا هنا في الكبه هقطع كده كله على بعضه. وقبل ما نحشي الفرخه بتاعتي هعمل لها تتبيله هتخلي الفرخه بتاعتي عسل عسل اهو. كل ده هيتفرم في قلب بعضه وهنتبله في قلب الكبه. معايا التوابل اهي. انا ما حطيتش ملح كتير عشان لسه انا هحط ملح في الحشوه، فهي معلقه ملح صغيره اهو. هاخد بقى ده كله كده زي ما انتم شايفين، هروح اضربه في الكبه وارجع معاكم واوريكم هنتبل الفرخه ازاي وهنعمل فيها ايه. خليكم معايا في الفيديو وحطوا اللايك. بصوا انا رجعت معاكم تاني اهو بعد ما ضربت الخليط بتاعي كله في قلب الكبه وبقى بالشكل ده زي ما انتم شايفين. معلش انا نسيت اقول لكم في التوابل بتاعتنا ان كان معايا 2 من الحبهان ونص معلقه سماق، وده بيبقى في الحشوات دي بتبقى جميله جدا اهو زي ما انتم شايفين. تمام كده. يلا بقى نسمي ونشوف الفرخه بتاعتنا. هجيب كده صينيه كبيره عشان نعرف نشتغل اهو. بسم الله. انا عايزه هنا كده افتح اهو. بصوا انا هنا عايزه افتح بين الجلد واللحم عشان برضو هدخل التتبيله بتاعتي، فانا مرضتش افتحها لما افتحها معاكم اهو. بصباع واحد كده لغايه ما اوسع لنفسي. وما تحطيش السكينه، اوعي تحطي السكينه اهو. فتحت معايا ازاي؟ وابتدي طول ما انا ماشيه كده اقطع الانسجه اللي بتقابلني. هبتدي بقى كده اخد الحشوه بتاعتي اهو. طبعا انا غاسله ايديا وقبل ما اتعامل، وما تقلقيش اهم حاجه عندنا النظافه. التتبيله وادخل بقى كده ووزع بقى في الفرخه كلها. التتبيله دي من المستحب انها تبقى من بالليل قبل منها بيوم، بس انا عشان ما كنتش عامله في الاعتبار ان انا هعملها، فهكتفي ان انا احطها ساعه كده ولا ساعتين في قلب التلاجة على ما اعمل الحشوه بتاعتها. فهكتفي ان انا احطها ساعه كده ولا ساعتين في قلب التلاجة على ما اعمل الحشوه بتاعتها. تمام خلاص كده اهو. انا هدخل بقى الفرخه التلاجة تقعد لها شويه في قلب التتبيله وارجع معاكم عشان نحضر مقادير الحشوه. وهنعمل النهارده احلى حشوه للفرخه ديت بشكل عسل وسهل جدا. وانزلوا بقى حطوا لنا اللايك. خليكم معايا في الفيديو وما تروحوش بعيد.
رجعنا مع بعض تاني عشان نشوف مقادير الحشوه اللي احنا هنعملها. هنعمل حشوه للفرخه عسل عسل عسل. معايا هنا كده دول 3 بصلات كبار، وانا فرمه عليهم قرن فلفل حامي. اللي متابعيني من زمان عارفين ان انا بحب كده مع البصلايه افرم قرن فلفل، ده بيدي تيست عالي قوي للاكل. تمام كده. معايا ده نص كيلو رز، انا غسلاه ومصفياه عشان عايزه الرز بتاعي ما يبقاش فيه اي سوائل. تمام كده اهو. هي الفرخه مش هتاخد النص كيلو كله، بس انا عايزه احط تحت الفرخه الرز، والرز ده بيتاكل قبل الفرخه. تمام. معايا هنا الكبد والقوانص بتاعه الفراخ، ودي هتبقى معانا من ضمن الحشوه. التوابل اللي معانا، معايا ملح، معايا مكعب مرق انا مكسراه كده، وده اختياري يا حبايبي، اللي مش عايزه بلاش. دي رشه قرفه صغيره. توابل فراخ، معايا كزبره رشه صغيره، ودايما انا بدخل الكزبره في كل الاكل بتاعي لانها حلوه جدا ومفيده جدا للناس اللي عندها ضغط دم وعندها كوليسترول. بتظبط الدنيا معاهم. تمام كده. عندي هنا معلقه كبيره كده من الفلفل الاسمر، ومعلقه كبيره كمون. هنا ورقتين لورا و2 حبهان. وبرده لو في اي اضافه واحنا شغالين هنبقى مع بعض. يلا بقى نسمي الله ونروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. خليكم معايا في الفيديو وحطوا اللايك. على النار كده انا جبت حله وخليتها تسخن شويه، وهننزل كده ب3 معالق زيت. ولازم الرز بتاع الحشوه اللي احنا هنحشيه بيتعمل بالزيت، ده بيساعد ان الرز يبقى مفلفل معايا، وبيساعد وانا محشيه ما يبقاش معجن في بعض. تمام كده. يبقى احنا حاطين اهو 3 معالق زيت، وهنزل عليهم كده بالبصل بتاعي اهو زي ما انتم شايفين. سامعين؟ هقلبه بس تقليبه، انا مش عايزاه ياخد لون ولا حاجه، تقليبه واحده ونشوف هنحط ايه. دايما واحنا بنعمل كده اي حشوه هنحشي بيها فراخ، حمام، لحمه، فراخ، حمام، بط، اي حاجه، اي حشوه نكتر لها كده البصل بيبقى جميل قوي، بيدي سكره للاكل وبيدي طعم حلو قوي اهو زي ما احنا ما شايفين مع بعض. بس تدبل بس شويه كده ونشوف هنعمل ايه. خلاص كده يا دوبك خدت بس تقليبتين 3 معايا كده زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى انزل بالكبد والقوانص اللي معايا اهو. انت ليه يا ملوكه ما حطيتيش الكبد والقوانص قبل البصله؟ لا، انا عايزه اشوح كله في قلب بعضه كده، وعايزه كل حاجه تاخد من طعم من بعضها اهو. واول ما انزل بالكبد والقوانص كده اقلب تقليبه، وانزل عليها برشه فلفل اسود كده زي ما انتم شايفين، عشان خاطر ريحه الزفاره ولا حاجه، بس احنا غسلينها ومظبطينها، بس دي برده تحسبا لاي حاجه اهو. واقلبها تقليبه بس كده تتشوح بقى شويه، ونرجع بقى اوريكم هنعمل ايه ونحط ايه. خليكم معايا بالفيديو عشان عندنا مفاجآت كتير قوي النهارده. ورجعت معاكم تاني بعد ما البصل بتاعي والكبد والقوانص تتشوحوا، ودي التشويحه اللي انا عايزاها. سامعين الصوت؟ سامعين؟ قولوا سامعين. بصوا انا عايزاها كده. هبتدي بقى اوسع كده في النص اهو معايا كده على طرف المعلقه فص ثوم واحد صغير اهو. ده هيديني ريحه للرز بتاعي وهيدي طعم وتست عالي قوي اهو كده. خلاص كده هبتدي بقى انزل بالرز زي ما احنا قلنا مع بعض، ان انا عايزه كل الخليط اللي عندي يبقى ناشف ما فيهوش اي سوائل عشان الرز ما يعجنش معايا اهو. وعندي التوابل بتاعتي اللي احنا قلنا عليها كلها كده في قلب بعضها اهو. هشوح ده بقى كله في بعضه. انا عايزه الرز بتاعي يتشوح معايا، وعايزاه يبقى سخن جدا معايا عشان يبقى مفلفل وما يتعجنش مني في الحشو اهو. شايفين؟ هشوح الرز شويه كده ونرجع مع بعض اقول لكم هنحط له ايه. وخلي بالك من الملح عشان احنا حاطين في الفرخه واحنا متبلينها ملح، وخلي بالك من ملح الرز اللي احنا هنحشيه. تمام اهو. كده نشوح كده كتير كده لغايه ما الرز يتشوح معايا، وارجع معاكم ونشوف هنحط ايه. خليكم معايا في الفيديو. خلاص كده الرز بتاعي اتشوح معايا زي ما احنا شايفين مع بعض كده اهو. هبتدي بقى هنا كده انا غاليه ميه سخنه في قلب الكتل، هبتدي انزل بيها كده، وهي ده الصوت اللي انا عايزاه. ده دليل ان الرز بتاعي اتشوح تشويحه حلوه. انا هسقي الرز ميته عادي خالص، مش هقلل من الميه ولا اي حاجه، ما تقلقوش. خلاص كده انا حطيت ميه الرز دي عادي، ما تقلقيش منها خالص اهو زي ما احنا شايفين مع بعض عشان الرز بتاعي يستوي. انا هشيل الحشو اول ما يتشمع الرز بتاعي ويتشرب، اجي اوطي عليه النار، هبتدي اشيل للرز اللي انا هحشيه في قلب الفرخه، وبعد كده هسيب الباقي ايه يتكمل مع بعضه اهو. انا ظبطت ملحه والدنيا تمام، هوطي له بس يتشرب وبعد كده نرجع مع بعض تاني.
ورجعنا مع بعض تاني. بصوا الرز بتاعي اتشمع اهو خلاص كده. ده الوقت اللي انا هشيل فيه الرز. تمام، هيكمل بقيه تسويته جوه في قلب الفرخه، وهكمل او هسيب الباقي يستوي اهو. شايفين الرز معايا عامل ازاي؟ وهسيب الباقي يستوي علشان انا عايزه الرز اللي هيستوي ده هيبقى طعمه تحفه احلى من الفرخه بتاعتي. انا مش هاخد كتير الفرخه زي ما انتم شايفين كده اهو. الرز بتاع الحشو ده انا هسيبه يبرد تماما، ما ينفعش ان انا احشوه وهو سخن كده. الفرخه هتبقى ساقعه والرز هيبقى سخن، فالدنيا هتعجن معايا اهو. انا مش هحط تاني، كفايه كده اهو. هظبط بقى الحله بتاعتي كده اهو، واسيب الرز بقى ايه يستوي براحته. ورجعنا مع بعض تاني عشان خلاص سبت الرز يبرد اهو. زي ما انتم شايفين، الرز طالع عامل ازاي مفلفل خالص اهو. بصوا مفيش حاجه واحده لازقه في التانية اهو، زي ما انتم شايفين مع بعض. يلا بقى نسمن ده كده ونحشي الفرخه بتاعتنا. بسم الله. انا الاول هحشي من جوه اللي هو تحت الجلد كده اهو، زي ما احنا مفصلينه مع بعض. هبتدي كده اخد شويه وبايديا وادخل اهو، وبالايد اللي فوق اسوي كده. انا مش هكتر رز عشان احنا زي ما انتم عارفين ان الرز بيزيد معايا اهو. وازق بايدي كده اهو، هاخد وازق بايدي. بصوا من فوق بزق كده، ايد من جوه وايد من بره. هفضل ازق في الرز كده لغايه ما يوصل معايا لغايه فوق اهو. بصوا بايديا من بره وبايديا من جوه. ووزع في الفرخه كلها، ومش عايزه رز كتير عشان خاطر ما يخليش الفرخه تفرقع مني اهو. واساوي بايدي. تمام كده خلاص كده. هبتدي بقى احشي من جوه. هحشي بقى بالطريقه زي ما انا وريتك كده. هخلصها بقى كده واظبطها وارجع عشان نقفلها مع بعض ونشوف هنقفلها ازاي. خلاص كده انا حشيتها. بصوا زي ما انتم شايفين كده، وتنيتنا زق في الرز لغايه ما وصلت لغايه الزور فوق اهو. بصوا اهو، شايفين انا الفرخه بتاعتي خليتها ديك رومي مش فرخه، زي ما احنا شايفين مع بعض كده اهو. تمام. وبقى كل ما انا بحشي اي رزايه على الفرخه من بره انا بلمها بايدي كده اهو، زي ما احنا ما شايفين مع بعض. يلا بقى نشوف هنقفل ازاي. انا مش هقفل بخله ولا هخيطها، انا هقفل كده. بصوا اهي، هنم الرجل كده معايا. بسم الله اهو، ادخل هنا كده بسم الله وازق كده. بصوا اهي، والتانية برضو نفس النظام. خلاص كده اهي اتقفلت زي ما انتم شايفين. بصوا مكتفاها ازاي. انا الفرخه بتاعتي النهارده ايه بعد ما حشيتها زي ما انتم شايفين كده، ديت مش فرخه، دي كده ديك رومي اهو، اكبر ديك رومي عندنا اهو. شايفين المنظر، شايفين الجمال. انا بقى هتسويها ازاي يا ملوكه؟ انا مش هسلقها، انا عايزاها مشويه، فرخه محشيه بس مشويه اهو. هنعمل ايه بقى؟ انا معايا كيس حراري هنا هجيبه وهحط الفرخه فيه. ممكن بقى هنا واحنا بنحط الفرخه بتاعتنا لو انت عايزه بقى تحطي معاها بصل، تشويه، جزر، اي نوع خضار براحتك، بس انا هكتفي بالايه بالحشو اللي جوه الفرخه. خلاص قفلتها كده زي ما انتم شايفين. انا هنا بس ايه هدي ضربه كده بالكيس عشان بس يطلع البخار الزياده. تمام كده خلاص. اهي الفرخه معايا. انا كده هبتدي انزل هنا دول شويه ميه سخنين كده انغليهم في الكتل اهو. اهو زي ما انتم شايفين. واحط معلقه خل بس، ومعلقه الخل دي عشان خاطر الصينيه بتاعتي ما تبصي معايا، لانها هتاخد نص ساعه او تلت ساعه في قلب الفرن اهي. دي علشان خاطر انا بسوي في صينيه المونيا. لو صينيه ديفال مش هتحطي معلقه الخل، لكن الصينيه الالمونيا انا حاطط لها معلقه خل. تمام كده خلاص كده الفرخه بتاعتي خلصت. انا هدخلها الفرن تقعد على درجه حراره 180 عشان تستوي على نار هاديه، وهتقعد معايا من تلت ساعه لنص ساعه. هدخلها بقى، واول ما تخرج الفرخه بتاعتنا اوريكم شكلها عامل ازاي ونشوفها. لا هنحط حاجه من على وشها تحمرها ولا اي حاجه، هي هتتحمر وتتشوي في قلب الفرن لوحدها. وهنطلع ونشوف الرز بتاعنا مفلفل وعامل ازاي. خليكم معايا في الفيديو وحطوا اللايك.
ورجعت معاكم تاني بعد ما الفرخه بتاعتي خلاص اهي طلعت من الفرن، وشايفين بصوا واخده لون جميل، مش محتاجه ان انا احمرها زي ما قلت لكم كده، ان احنا مش هندهنها ولا نحط لها اي حاجه، هي في الكيس هتحمر بنفسها بنفسها. تمام كده. بس لو انا شفتها محتاجه من تحت تاخد لون هدخلها تاني، مش محتاجه خلاص. تمام كده. انا ولادي بيحبوا الفرخه تبقى محمره قوي يا جماعه. بصوا تعالوا يلا نسمي الله كده ونبدا ونفتح كده بسم الله. هو الكيس اساسا سخن. الفرخه دايبه، الفرخه دايبه دول. شايفين المنظر وشايفين الجمال؟ شايفين؟ هي مش محتاجه اي حاجه. بصوا متحمره وشكلها تحفه، كل حاجه فيها مستويه اهو، الفرخه نفسها مستويه. انا بقى هنقلها في الطبق واوريكم شكل النهائي بتاعها عامل ازاي. شايفين المنظر؟ المنظر بيتكلم عن نفسه. معاكم تاني بعد ما طلعت الفرخه بتاعتي من الكيس، وشايفين الجمال والحاجات والتكات. يا لهوي على الجمال، والله والله الريحه فايحه 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 زي ما انتم شايفين معايا كده. المنظر جميل 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 جميل. بصوا بصوا الفرخه بتتكلم عن نفسها. شايفين المنظر؟ انا ما خليتهاش فرخه، انا خليتها ديك رومي بالحشوه اللي احنا حشيناها والحشو اللي هو تحت الجلد. شايفين المنظر والجمال؟ الله الله. بصوا الفرخه من كتر ما هي مستويه بصوا عامله ازاي، دايبه دايبه خالص، دايبه دايبه ذوبان كده اهو. شايفين؟ ايه رايكم بقى؟ والنهارده عملنا مع بعض الفرخه المحشيه بكل التكات والحركات، وعملنا الرز بتاع الخلطه بالطريقه. بصوا الرز اساسا مفلفل، مفيش حاجه ماسكه فيه، عملناه بكل تكاته وحركاته. وزي ما انتم شايفين معايا كده الرز بتاعه اهو، شايفين عامل ازاي؟ بصوا بصوا الجمال، مفلفل خالص اهو. ولو الفيديو بتاعي عجبك بقى روحي على قناتي واشتركي لي واعملي لي لايك وسبسكرايب لقناه الملوكه في المطبخ، واعملي شير، ما تنسينيش في الشير، ولايك واشتراك لملوكه. والنهارده الفيديو بتاعنا خطير خطير خطير، يستاهل 100 لايك. ولو الوصفه بتاعتي عجبتك ادعي لي كده دعوه كده حلوه كده من قلبك. مع السلامه يا احلى فندم.